هنقارن مين بلبن وعدنان وحليب. وهل الاشهر بيعمل احلى ولا في حد تاني بيعمل احلى؟ يلا بينا نجرب. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد من غاوي اكل وعمر. والنهارده هنجرب ترندات الاكل الحلو المصري المشهوره دلوقتي. متحمس نبدا بانهي؟ حليب. حليبه ولا عدنان؟ خلينا نجيبها نمشيها بالرصه اللي احنا مشيناها واحنا بنجيبهم. ماشي. عدنان وبعدها بلبن بعدها حليب. يلا بينا. نبدا بعدنان. عدنان الحلو عنوان. هنجرب رعشه عدنان صغيره بسعر 65 جنيه، تبقى عباره عن رز بلبن وعليها صوص لوتس بيستاشيو اوريو وكندر. بصراحه شكلها الى حد ما لطيف قوي. بسم الله. تحفه صراحه حلو. الرز بلبن جميل قوي، جميل فعلا جدا. هنجربه باللوتس كده. في بسكوتايه برضو، يعني تحس دي لوتس وعليه بسكوت. الصوصات عنده حلوه جدا. الصوصات حلوه فعلا. نحب نجرب الكندر ولا بيستاشيو؟ يلا كندر. بسم الله. عليها بندق. في بندقيتي ما خدتش بندقية. خدت اثنين. في بندقية تمام. جامد قوي. كندر جامد. شكل الكندر عندهم حلو جدا. تحفه قوي. هنجرب بيستاشيو. هنجرب بيستاشيو. طعمه حلو. كل واحده كده هتحس بالبيستاشيو جدا. وفي حته قرمشه الفستق جامد. ده جميل قوي. الرشه الصغيره دي تحفه قوي. الرش صغير كويس. والرز بلبن عنده تحفه. هو مش اختراع جامد اللي هو ما فيهوش حاجات كتيره، ولكن شويه الصوصات مع الرز بلبن مديها طعم جامد. لا حلو، سيمبل قوي، جميل قوي، رايق جدا. عظيم. يلا بينا على اللي بعده. ديت يا شباب فتة عدنان صغير بسعر 55 جنيه. شكلها جميل قوي قوي. صراحه متحمس جدا لان الجلاش اللي عليها واللوتس شكلهم مغري جدا. شايف الطبقات كتيره جامده. تحفه صراحه طعمه جامد. تحفه. الرز بلبن عنده جميل قوي على فكره. جودتها كويسه فعلا. الرزايه كويسه مع اللبن، تحسها مقاومها كويس يعني. انا عاجبني ان هو عامل حاجات سيمبل وكويسه. هو فعلا عدنان الحلو عنوان. بصراحه من اكتر المحلات اللي عجبني الحلو بتاعها. ازاي ده مش مشهور؟ اما مشهور يعني. لا ده الكشري حلو كندر بتاع عدنان بسعر 75 جنيه. بصراحه شكله تحفه يعني. بصوا الطبقات قد ايه، حاجه جميله جدا جدا جدا. مليان صوصات وبرضه عليه ملفي كده اصلا. ما اعرفش والله. بسم الله. جلاش مش جلاش، كنافه ورز بلبن وكريمه كندر وملفي. الصوص الكندر دخل على الملفي ده طعم جامد. هو بصراحه عجبني الميكس بتاعه، مش ناشف قوي يعني. عارف في احيانا كشري بتحس بيه عاوز تبلبعه بحاجه. ايوه انما ده حلو. ده طبعا. انا على فكره قريب من بيتي انزل اشتري عادي على طول يعني. نفسي افتح جنبنا. هو ايوه فعلا هو من المحلات الكويسه واسعارها معقوله. صاحبه الجدل الكبير كان اسمها ايه؟ كيكه الهبه. كيكه الهبه. هبه دبي. لا دي هبت منك بقى. ايوه فعلا هبت منك خالص. لا شكلها صوصات قليله. بص البيستاشيو يعني طبقه بتاع ده قليله قوي. شكلها كده هيبان في الاكل. يلا دلوقتي احنا هنجرب بلبن. اول حاجه هنجربها كيكه الهبه كندر. الكيكه كميه كيكه يعني مش عارف. الكيكه كتيره بس الصوت قليله من الاخر. الصوت قليله فعلا. الصوت قليله قوي بصراحه. انت دافع 120 عشان يكتر شويه. مش ينفع عشان يكتر، هي سعرها 120. لا يا عم والله 120 يعني كتر صوص. مرمسين بتاع طعمه جامد صراحه. هو ايه اللي متقرمش؟ انا باكل في الكيكه نفسها مقرمشه. لا انا كل الكيكه لوحدها، كلها هي الكيكه، كل الكيكه اهي. في حاجه مقرمشه؟ لا كيكه عاديه. عايز بس الكنافه. يا عم الكيكه بقى مقرمشه. مستحيل والله. عجبني القرمشه بصراحه يعني. محتاجه تتسقى حاجه.
انا بحب الحاجه تتزفلط في بقي كده، ما بحبش الحاجه كده. صوص الكندر ايه رايك بينه وبين عدنان؟ عدنان احسن. صوص الكندر عنده باين احسن في يعني مش عارف. ده برضو ما حلو، بس التاني احلى يعني. لما قارنا الاثنين بعض، لا عدنان يكسب احلى في صوص. صوص الكندر بتاعه. بس الصراحه انا مش عارف يعني، ما كنتش متخيل ان النتيجه تطلع كده في بلبن، بس انا بالنسبه لي كده حلوه. والله والله عجبتك؟ عجبتني جدا، مش عارف ليه. عجباني. ممكن يكون القرمشه، مش عارف الطعم. انا بحب الحاجات التقيله شوية. اصلا. لا انا بحب الحاجه تبقى خفيفه على القلب كده، تتزفلط لوحدها كده، مش محتاجه مضغ كتير ولا محتاجه تعب. انا عجباني هي مبدئيا. لا يعني هي الطريقه، يعني الكيكه ممكن تسقى حاجه. يعني لو كيكه اتسقت مثلا، اي حاجه تبلبعها كده ممكن. حاجه جميله جدا من بلبن ان هو يعمل مبادره حاجة. كويسه صراحه. ان هو تبرع بنسبه معينه لمستشفى بهيه يعني. هو كده كده اشرته تحفه مع الصوص الجامد. الفراوله ريحته باينه جدا صراحه جداً. دلوقتي احنا هنجرب حليبو كشري بيستاشيو ولوتس. صراحه شكله جميل جدا، ويعني شكله مغري. يلا ندوق بيستاشيو ولا لوتس؟ بيستاشيو. حاطط طبقه جلاش، كنافه ورز بلبن وفيها كريمه. ايه ده؟ في طعم نعم غريب. ايه رايك في كشري حليبو؟ الكنافه، مش كنافه، اسف، الجلاش طيب شويه، وفي طعم غريب صراحه مش عاجبني. احنا جربنا حاجات كتيره من حليبو، ممكن تتفرج عليها فوق او هتلاقي في الاي اللي فوق دي. احنا صراحه كان عندهم حاجات اختراعات جامده جدا، ولكن للاسف الكشري دي مش عاجبانا. رز بلبن رعشه حليبو. عرفت تفتكس اسمائها الحين. احنا مش فاكرين اسمها صراحه، لان هو ما اداناش المنيو. في المنيو ايه؟ ما اداناش ريسيت. تيجي نجرب الدقيق ده كراميل وبيستاشيو ولوتس. ما هو بس ايوه ماشي. لا بيستاشيو ولوتس ونوتيلا وكراميل. تعالوا ندوق كراميل. بسم الله. وي ده كريم كراميل مش كراميل بداية. كريم كراميل. ده بتاع الصودا اللي بتكون في الكريم كراميل اللي تحت دي اسمها ايه؟ مش عارف اسمها. سكر كراميل. ما اعرفش. اللي عارف الكريم كراميل اللي فوق مش في حته تحت بيكون صوص. هو الصوص ده مش اسمه كريم كراميل يعني. الكريم كراميل ده اللي هو الكيكه نفسها. مش عارف دي بقى. ده كراميل. ما بحبوش مبدئيا. الطبقه اللي تحت دي اللي ما بحبهاش. انا ما بحبش غيرها. انا ما بحبش اصلا. طب يلا ندوق اللوتس. احنا بندوق بنقارن بين اللي هو منتجاته بعضها. لا اللي هو الصوصات. اللوتس باين شويه بس عادي يعني. خفيف. نوتيلا خفيفه برضه. نوتيلا خفيفه. طب الرز بلبن ايه اخباره؟ حلو. ركز معانا النهارده في الفيديو قعدنا يعني. والله فعلا كان كويس والله. بس شو طعمه غريب قوي. مبدئيا مش عارف هل ممكن عشان احنا دقنا حاجات كتيره، بس انا ما حسيتش غير بطعم واحد. والله بص، هو رز بلبن حلو، بس اكنك بتاكله من كشري، محل كشري. رز بلبن مش ناقصه عارف، لو حطوا عليه حته قشطه كده او حاجه تخليه القوام بتاعه مش ماسك شويه، واللبن بتاعه مش باين قوي يعني. كريم. مش بتاع عدنان احلى. ايه رايك في التجربه يعني بلبن وحليبه وبعدنان؟ احنا عندنا النهارده صراحه حاجاته خفيفه تمام. انا ما توقعتش ان هو يفوز على فكره خالص، لان هو حاجاته خفيفه بس طعمها حلو يعني. كلهم خفاف فعلا تمام.
بس الجوده ككل ثابته وحلوه كويسه جدا. بلبن الحاجات اللي عنده كيكه الهبه صراحه كانت معقوله، مش هنقول واو بس هي معقوله. اتفق. تمام. الحليب صراحه مش عارف النهارده المنتجين اللي احنا جربناهم ما كانوش احسن حاجه. احنا كنا جربنا من عند حليب امبارح القشطوطه. الصوت تحفه بجد يعني. تحفه يعني القشطوطه لو هتروح. لا هم يتفرجوا على الفيديو ويشوفوا احنا فعلا جربين حاجات كتيره، وصراحه كان عنده حاجات كويسه جدا. بس القشطوطه بالذات عندهم جميله جدا وسعرها تحفه بالظبط. يعني كقيمه مقابل سعر. لا القشطوطه عندهم تكسب. عظيم جدا. بس قبل ما نقفل الفيديو اهم حاجه مخوفات الباب من سنانه. تعمل لايك شير سبسكرايب في القناه، نشوفكم في فيديو جديد. سلام.